السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم عندي في قناه قصه وعبره. القصه اللي جبت لكم اليوم ديال الزواج الفاشل. قبل ما نبداو ما كانش شي اشتراك في القناه وتفعيل خاصيه الجرس باش يبقى يوصلكم اي جديد وشي تعليق باش تشجعوني. نبداو على بركه الله. القصه ديال اليوم ديال فاطمه واحد البنت في مقتبل العمر، شابه زوينه خدامه ومخلقه تبارك الله. هي الوحيده اللي عند العائله ديالها وجوج وليدات صغار. حكم هي الكبيره، هي اللي خدامه على الاب والام والوليدات الصغار. فاطمه خدامه في الشركه ديال الخياطه مده 5 سنين. عمرها فاطمه تشكى منها شي حد ولا هضرات مع شي شاب ولا شي راجل خارج الخدمه ولا داخل الخدمه، داخله سوق راسها دام على والديها وعلى خوتها كتجي لخدمتها في الصباح حتى تمشي لدارهم. صراحه اسلوبها زوين، كلشي كيقول بان ديك السيده مخلقه مربيه. حتى لواحد النهار كيدخل واحد الشاب جديد سميتو سعيد الشركه. سعيد كيضحك مع الناس، مع البنات، مع الرجال، كيبان بانه مطلوق مع كلشي. واحد النهار كيهضر معاها كتقولي اودي انا ما كنهضرش مع الدراري ومع الرجال، عافاك من الاحسن ما تبقاش تهضر معايا. لا 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 انا ما بغيت منك والو، انا بغيت نهضر معاك غير في الخدمه. شويه بشويه شويه بشويه السيد ولا كيهضر معاها في الخدمه شويه، ولا المواضيع ولاو كيتطوروا. واحد النهار هو يتلاقى معاها في برا ويقول لها بغيت نوصلك حتى لداركم. مشات معاه بداو كيهضروا، هي تهضر هو كيهضر. هو الاهتمام اللي كان كيعطي فاطمه خلاها انها تولي تبغيه لواحد الدرجه اللي كبيره، وكل شيء لاحظها. السيده ولات كتبغيه لواحد الدرجه كبيره بزاف. واحد النهار تقرر سعيد يقول لها لا لا انا بغيت نجي نخدم من دار. فاطمه فرحات كتضحك بواحد الضحك هيستيري وواحد الفرحه اللي ما عمرها ما فرحاتها. قالت ليه مرحبا. ملي مشى سعيد باش يخطبها من دارهم قالت لي انا عندي شرط واحد، هو انني نبقى خدامه حيت انا اللي هازه والديا. قال لها لا لا اللي قلتيها مرحبا، انا ما نقول لك حتى حاجه. قال لها حتى انا عندي شرط، ما يمكنش هي نبقى خاطبك وانت قريبه ليا في الخدمه وانا كنشوفك وهكا، ضروري خصنا نتزوجوا. وداك الشيء اللي وقع. داز اسبوع من مورا الخطبه تزوجات فاطمه بسعيد. في البدايه كلشي كان زوين، ولكن مع الوقت سعيد بدا كيبين الوجه الحقيقي ديالو، ولا ديما معصب ولا كيتحكم في فاطمه بواحد الطريقه غريبه. واحد النهار هو يدخل معصب، قالت ليه مالك؟ قال لها اودي كلشي هادشي اللي انا فيه بسببك انت. قالت ليه شنو درت لك؟ قال لها انا كنغير عليك وكنغير منك. قالت ليه كتغير عليا؟ دوزها لانك راجل خصك تغير على مرتك، ولكن علاش كتغير مني؟ قال لها لانك كتشدي صالير كبر من ديالي وكتصرفي على والديك وكتصرفي على راسك، انا صاليري صغير وما كنقدرش يعني السيد بحال ولات لي غير لان السيده عندها صالير كبير. السيد شويه ولا كيقول لها ما بغيتش نشوفك مع البنات ولا ما تمشيش لداركم، ما بغيتش تبقاي خدام. قالت ليه الشرط الوحيد اللي قلت لك انني نبقى خدامه. قال لها انا الراجل في هاد الدار وانا اللي كنقرر، انا ما بغيتش مرتي تخدم. فاطمه صبرت بزاف وما دارت حتى حاجه لدارهم، وقالت وقيلا شي نهار غيقدر يتبدل، ولكن بالعكس هو غادي وكيزيد في داك الشيء ديالو. حتى واحد النهار فين غيفير الكاس، هو سعيد ملي غيدخل معصب وغيلقاها شاريه حوايج جداد ويقول لها هاد الشيء علاش قلت لك انا ما بغيتش المراه تكون خدامه، لانك انت كتخدمي بصالير واعر وكتشري اللي بغيتي، انا ما كنشري والو وكنحس براسي ما عنديش القيمه قدامك. هو يهز يديه هو يضربها في عينها حتى زرق. هنا فاطمه ما تقبلاتش الموضوع، قالت كلشي نصبر عليه الا يضربني. هزات حوايجها ومشات لدارهم. مشات لدارهم قالوا لها لا حنا ما عندناش البنت اللي كترجع، رجعي لدارك، بغيتي تعصب عليك صبري ورجعي لدارك ما فيها باس. وهي تبدا تعاود لهم كلشي، اودي انا دوك الفلوس اللي كنت كنصيفط لكم راه غير داكشي اللي كنت مخبيه، وبعض المرات كنسلف من صحاباتي وكنصيفط لكم، اما انا راه من بعد الزواج بسيمانه راني جلست من الخدمه وما خداماش. دارها تصدموا، باها بدا كيبكي. قالها كيفاش؟ قالت لي انا ما بقيتش كنجي عندكم كنقول لكم عندي الخدمه بزاف، وما بقيتش كنمشي عند صحاباتي وما بقيتش خدامه، ومني كتوصل وقيته باش نصيفط لكم فلوس كنتسلف غير عند البنات ولا داكشي اللي كنت جامعه. هنا والديها تصدموا، بقاو ما يقولوا لها بحكم انهم دراوش والناس طيبين ما فحالهمش. قالوا لها بنتي صبري دابا يتبدل ان شاء الله ويكون خير. قالت لهم ما نقدرش. هنا فاطمه كتلقى راسها انها حامله. منين لقات راسها بانها حامله والديها قالوا لها ما يمكنش الدري يتربى بعيد على والديه، خصك ترجعي لدار. داكشي اللي دارت فاطمه، رجعت. مع الدخله اللي غتدخل فاطمه في الباب لقاتو جالس في المراح. قال لها صافي ما بقيتيش كتعطيهم فلوس، دابا جراو عليك، راه دوري انا اللي كاين. السيد ولا طاغي لواحد الدرجه اللي كبيره. هنا كتقول ليه فاطمه داكشي كامل اللي كنتي كدير في الخدمه ما كاين منه والو، حتى داك الضحك اللي كنتي كتضحك مع الناس والاسلوب اللي كنتي كتعامل به يعني غير نفاق. كينقز سعيد كيقول لها هذا هو الوجه ديالي الحقيقي، بغيتي تكملي معايا بنت الناس مرحبا، ما بغيتيش سيري لداركم. فاطمه بقات صابره للدل وبزاف ديال العصا بزاف ديال معيور الخيب. زادت عند فاطمه بنيه. منين زادت عندها بنيه
ولكن هذا سعيد باقي ما بغاش يتبدل. منين دازت 3 شهور على الولاده ديال فاطمه بدات كتحس بتغيير كبير في سعيد، لدرجه انه كتر من الاول كاع، وما بقاش كيهضر معاها ولا كيدخل مع الصب. حتى لواحد النهاريات كتهز التليفون ديالو كيطلع ليها ميساج، كتقراه كتلقى بان صاحبتها كتهضر معاه وكتقول ليه كي دايره علاقتك مع فاطمه. هو كيجاوبها في ميساجات كيقول لها ندمت الندم الشديد مني خديت فاطمه وما خديتكش نتيا. هنا فاطمه تصدمات، ومنين دخل سعيد فاطمه واجهاته، قالت لي اش هاد الشيء كنشوف انا في التليفون. هنا بدا كيضرب فيها، فين ما جات الدقه كيقول لها لا شدات حلي تليفوني. قالت لها ودي انا لقيته محلول ربي فضحك، خاصني نعرف اش كاين. حتى هو ما نكر ما والو، قال لها لا انا ندمت منين خديتك، كون خديت فلانه كاع ما نعيش هاد العذاب ونعيش هاد الشيء كامل اللي انا معاك فيه. السيده بقى فيها الحال ملي قال لها هاد الكلام كامل، وبقات كتقول انا دابا عندي بنيه، واش نضيعها، شنو نخليها ليه، شنو ندير. دخلت لبيتها وسدات عليها وبقات كتبكي الليل كامل. بقات صابره على قبل منتها. فواحد المره دخل سكران وبدون سبب بدا كيضرب فيها حتى هرس ليها وجهها وهرس ليها يديها وخلاها حالتها حاله، وهي غير ساكته وكتقول على قبل بنتي. الغد ليه مشات عند الطبيب. ملي مشات عند الطبيب قال لها لا هذا الشيء راه اكثر من القياس، راه الشفاف الزنقه وما غيديرش لك هذه الحاله. قالت لي ما يمكن ليا ندير والو، دارنا على قد الحال وعندي بنيه ما نقدرش نفرط فيها وما بغيتش نفارقها مع باها. قال لها الطبيب هذا ماشي اب، هذا اصلا ماشي راجل، ما تبقايش غير ساكته، الحياه كتستمر. الطبيب خلص عليها كل شيء وعطاها الدواء من عنده وعطاها كارد فيزيت ديالو، قال لها اي حاجه تحسي بها عيطي ليا. داكشي اللي وقع. رجعت فاطمه للدار، جا لقاها دايره الفاصمه ودايره الدواء ديالها وكلشي. قال لها هي انت خرجتي بلا ما تقوليها ليا؟ قالت لي مشيت نداوي راسي. قالت لي حاسه براسي ماشي هي هذيك، داكشي علاش مشيت دوزت يدي مهرسه. قال لها الا كانت وحده مهرسه نهرسو حتى الاخرى. بدا كيضرب فيها. هنا فاطمه ما قداتش ما جات تصبر، دخلت لبيتها وسدات عليها وبدات كتبكي. ما بانت لها غير النمره ديال الطبيب. عيطات ليه قالت لي انا دكتور انا عييت عافاك الا لقيتي ما دير ليا. داكشي اللي دار الطبيب. جا الطبيب نيشان تحت الدار صيفط ليها قال لها هبطي عندي. هبطات هزات بنتها وهزات حويجاتها وداكشي اللي قسم الله، وهبطات عند الدكتور. داها لدارهم قال لهم هاد السيده معنفه لدرجه انها الا بقات مع هاد السيد يقدر يقتلها، خليو بنتكم عندكم راه الحياه كتستمر. وداكشي اللي وقع. تما والديها بقاو كيبكيو وبقى فيهم الحال لانهم هما اللي قالوا لها سيري رجعي للدار. هنا باها قال لها اول حاجه غديريها غادي تمشي تدفعي وراق طلاقك. داكشي اللي دارت. مشات فاطمه دفعت وراق الطلاق، وقف مع الطبيب وطلقات من سعيد. منين طلقات فاطمه من سعيد ما بقى عنده ما يدار، ولا كيحس براسو انه لا شيء، لان بحكم ان هذيك الشجاعه ديالو والقوه ديالو كان كيخرجها فيها هي. ملي هي مشات ما بقى عنده حد، ولا ديما سد عليه البيت وفي الدار بوحدو. حتى واحد النهاريت كتجي عند امو واختو كيقولوا ليه مالك وليتي بحال هكا. كيقول لهم الحاجه الوحيده اللي كانت عاطياني القوه خسرتها اللي هي مراتي. هنا كتقول لهم مو هذيك السيده راه ما خسرتيهاش، ديك السيده انت اللي قتلتيها وهي حيه. دازت مده بعد الطلاق ديال فاطمه وسعيد. سعيد جرب يتزوج مره اخرى، ولكن تقريبا كاع العلاقات ديالو كانوا كيفشلوا لان ما قدرش يتبدل، وفي نفس الوقت ما قدرش ينسى فاطمه. مرات سنوات كثيره ولات فاطمه عايشه حياتها زوينه مع بنتها ومع الطبيب، لان الطبيب عرض عليها الزواج وتزوج بها. ولكن الطبيب قال لها لا انا ما بغيتيش تخدمي مع الناس، انا فكرت نحلك ورشه ديال الخياطه ونمشي نجيبي بنات صغار ونعلميهم على يدك. داكشي اللي وقع. خدمات واحد المده ديال 4 سنين وهي خدامه في ديك الورشه ديالها. تبارك الله غادي داكشي وكيكتر، ولات من ورشه لورشه حتى ولات عندها شركه ديال الخياطه. واحد النهار فاطمه كانت غاده في الطوموبيله ديالها غاده بنتها للمدرسه، تتلقى صدفه مع سعيد لابس حوايج عاديين جدا ولا في شكل مهموم غير بوحديته. هو يوقفها قال لها بغيت نطلبك طلبه وحده. قالت له ودي ما تهضرش معايا، قال لها حاجه وحده اللي بغيت منك هي تسمحي لي. هنا فاطمه كتقول ليه مسامح كريم، ولكن شوف انت واش ربي غيسامحك على داكشي اللي دوزتي عليا. قال لها بغيت نشوف بنتي. قالت ليه ما يمكنش تشوف بنتك، داكشي اللي دوزتي عليا ما نخليكش تشوف بنتك. الا كانت عندك شويه ديال الانسانيه وندمتي بصح خلي بنتك تعيش مرتاحه مع باها. هنا فين غيتصدم سعيد ملي يعرف بان فاطمه زوجات. قالت ليه انا مسامحك، طلب غير من سيدي ربي يسمح لك، وكنتمنى حاجه وحده ما تبقاش تبان في طريقي. العبره من هذه القصه هي ماشي كل نهايه الطلاق هو فشل، بعض النهايات كتكون هي بدايه لحياه جديده.
فيها الكرامة والنجاح والراحة النفسية. نتمنى القصة ديال اليوم تنال الإعجاب ديالكم، وما تنساونيش بالاشتراك في القناة وتفعيل خاصية الجرس. السلام عليكم.